المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا وشكرا. أعلن الجيش الجزائري الأربعاء أن خفر السواحل أوقفوا الاثنين 3 مغاربة كانوا على متن دراجة مائية في المياه الإقليمية الحدودية بمرسى بن مهيدي، المنطقة التي قتل فيها مصطافين مغربيين في غشت. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية قامت صباح يوم الاثنين في حدود الساعة 48 دورية من حرس السواحل بتوقيف 3 أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق مياهنا الإقليمية على بعد حوالي 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي الحدودي مع الشاطئ السعيدية في المغرب. وتابع البيان: أفضت التحقيقات الأولية التي ما تزال متواصلة إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية. ووصفت وزارة الدفاع هذه المنطقة البحرية الحدودية بأنها تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة الغير الشرعية. المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا وشكرا.